حاجات ما تعرفهاش عن فيلم 55 إسعاف. الفيلم اتعرض سنة 2001 وحقق إيرادات أكتر من 5 مليون جنيه، والفيلم اتكلف حوالي 2.5 مليون جنيه. الفيلم كان المفروض هيتعمل منه جزء تاني باسم 66 مطاف، بس للأسف ما اتعملش. بس برغم ده حاليا بيتعمل فيلم اسمه 101 مطاف بطولة محمد عبد الرحمن وأس، وهو برغم إنه فيلم مستقل ومنفصل لوحده بس هيفكرنا بذكريات فيلم 55 إسعاف. في الأول كنا هنسميه 66 مطافي بناء على النوستالجيا في الحتة دي، وإن احنا كجيل كنا مستنيين بعديها بعد ما نجح 55 إسعاف. كان في مشهد رامز جلال ما كانش عايز ينفذه. قصة المشهد ده لذيذة، هنخليكم تسمعوها منه. عارف الصورة دي ليها حكاية غريبة قوي. الصورة دي الصورة نفسها غريبة. 55 اسعاف انا كنت بجلد البت دي اعمل كده فكان مجدي هواري المخرج فطلب مني ان انا اعمل كده بالكرباج على اساس تتهوى مني الكرباج فراح واقع كده واخد بالك. فقلت له مجدي دلوقتي انا لو وقعت كده ممكن اقع على دماغي، ممكن اقع على راسي، ممكن اموت، ما يعني هبقى ضحيه شوت في السينما. فحطوا كراتين وقش ومش عارف ايه، فهي طبعا ابتدت تتنرفز ان انا يعني خايفه انط وهي مشبوحه. ما تخلصنا بقى. في النهايه فيلم 55 اسعاف فيلم لذيذ ومش واخد حقه. بطوله نجمين من اهم نجوم الكوميديا في مصر، محمد سعد واحمد حلمي، او احمد حلمي ومحمد سعد عشان خاطر بس محدش يتضايق. وده ما كانش اول عمل يجمعهم مع بعض. الفيلم ده كان بعد ما عملوا فيلم الناظر، وكمان كانوا عملوا اعلان تاني مع بعض. انت قاعد هنا والبلد كلها فاضيه. صحيح. هو في ايه؟ الناس كلها راحت على الاوبرا.